هلا والله، اخبار حضرتك ايه؟ هقول لك قصه قصيره حزينه في دقيقه بالظبط، ولكن قبل ما اقولها عايز اقول لك ان يوم 4/8 يوم مهم جدا جدا في العاصمه الاداريه الجديده وفي المشاريع بتاعتها، واليوم ده هيكون في المنيا في قاعه السينما بالقوات المسلحه. تقدر تكلمني على الارقام اللي هتظهر على الشاشه من تحت واقول لك ازاي تيجي تستلم دعوتك. القصه جدي الله يرحمه حد من اصحابه عرض عليه فكره مجنونه شويه، قال له في منطقه في المنيا منطقه جديده شويه ولكن سعرها هادي، تعال نشتري 1000 متر هناك. قال له لا مش هشتري هناك. قال له ليه؟ قال له انا عندي اشتري هنا في الارض الزراعيه افضل لي. قال له ليه؟ قال له هنا انا هستفاد اكتر ان انا ازرع الارض او استفاد من ان انا بعد كده لو انا عايز ابني هبنيها. قال له خلاص براحتك. صاحب جدي راح اتصرف وخد فلوس من ناس تانية تبعه واشترى الارض. جدي راح صرف الفلوس اللي معاه اشترى ارض زراعيه ربنا يبارك له، وكمان اشترى شويه مواشي وطيور لانه كان من محبين اللحمه زي الكلام ده كان من 40 سنه، يعني من زمان قوي قبل ما نتولد. تمر الايام والسنين يا عزيزي وسعر الارض اللي خدها صاحب جدي سعرها يوصل لارقام فلكيه، وسعر المتر الواحد فيها يوصل لسعر الارض كلها اللي خدها جدي. ده بجانب طبعا ان كل الفراخ واللحوم اتاكلت بالهنا والشفا. الاستثمار في المدينه من اقوى الاستثمارات. فلوسك مش بتاعتك، فلوسك بتاع اولادك واحفادك بعد كده. فكر لهم لبعدين، وسع مداركك دايما للاستثمار، ما تبصش تحت رجليك وتروح تشتري في منطقه خلاص اتملت ناس وسعرها رفع. روح اشتري في منطقه حديثه خصوصا العاصمه الاداريه الجديده. يوم 4/8 عندنا حدث مهم لازم تكون موجود. هتعرف العروض اللي جايه للصعيد، بس في عروض مخصوص للصعيد، ما تعملش زي جدي.